حبيتي حلوة للعيد وما عرفتيش واش ديري. اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوة سهلة ماهلة بزاف بنينة وتوالم العيد الكبير. السلام عليكم، معكم قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو وصفة ولا حلوة مول الشاش بزاف بنينه. هاد الحلوه اقتصاديه وتقطع كميه كبيره. بسم الله. عندي لهنا 250 غرام مارغرين. انا لهنا استعملت مارغرين ديما، يعني دائما تشوفوني نخدم بها الوصفه تاعي والكاطو تاعي ويجي ما شاء الله. راح ندير 250 غرام. بالنسبه للمارغرين تكون طريه، لازم تكون طريه باش تجيكم الخدمه سهله. راح نضيف عليها قريصه تاع الملح. شوفوا الملح لازم ديروه لتعديل الذوق باش ما تجيكمش الكاطو تاعكم يجي صامت. مغرفه صغيره لافاني مع كاس الا ربع سكر ناعم. سعه الكاس 240 ملل، يعني اللي مدارين نخدموا به. هادو تاع القياسات اللي يعني نخدم لكم بهم يرفدوا كيف كيف كيما الكاس كيف كيف. هكا نجي لهنا نصير هذاك السكر. علاش؟ باسكو لقيتو كامل يعني حبيبات، دونك صيرتو. نضيف عليهم صفار حبه بيض وبيضه كامله. ونجي لهنا، تحبوا تستعملوا الباتور استعملوا، تحبوا تستعملوا يدكم استعملوا يدكم، يعني واش تستعملوا راح تجيكم هايله. انا للامانه ما حبيتش نستعمل الباتور. علاش؟ كانت بنتي راقده يعني باش تخليني نخدم هكا باش ما تنضش. راح نجي لهنا نبدا نضيف الفارينه. ضفت الكاس الاول تاع الفارينه، زدت لهنا الكاس تاني تاع المايزينا، راح نضيف عليهم حوالي هكاك نص مغرفه خميره الحلويات. تقدروا تلحقوا حتى المغرفه صغيره، شوف يعني اكثر من نص. ونبقى لهنا نطنف العجينه تاعي. شوفوا لهنا ملاحظه بالنسبه لهذا الكاطو، كاين بزاف يستعملوا فيه غير النشا ولا المايزينا. انا للامانه جربته بالنشا وحده وجربته بنص كاس فارينه، والنتيجه اللي تحصلت عليها هذه لاني نخدم فيها. كي ديروا له نص كاس فارينه ما راحش يجيكم مليح، وكي تكملوها كاع بالمايزينا راح يجيكم هكا يلصق في الفم. انا ما عجبتنيش كامل النتيجه انه نديرو غير بالمايزينا. احسن نتيجه هاد الوصفه، يعني كنت درت الكاس الاول فارينه ومن بعد زدت درت 2 كيسان مايزينا ومن بعد زدت درت كاس فارينه. يعني اذا درتو نتوما كميه كبيره تاع المارغرين واش راح ديروا؟ تبداو ديروا كاس الاول فارينه و2 كيسان مايزينا وتعاودوا تولوا للفارينه. ان شاء الله تكون واضحه المعلومه. يعني كيلا فارينه ولا كاس فارينه 2 مايزينا، كاس فارينه 2 مايزينا حتى تنضم لكم العجينه ديالكم. شوفوا لهنا القوام يتحصلت عليه. تخلوها طريه بزاف. هاد الكاطو لازم تخلوها طريه بزاف. علاش؟ فيه كميه كبيره من المايزينا دونك راح ينشف. شوفوا بالنسبه للقمع اللي استعملته، شوفوا كاين 2 انواع. انا استعملت هذاك الصغيور كامل وانتوما اللي عندكم خدموا به. نجي لهنا نحكم شويه عجينه في يدي، يعني هكا تخدموها في يدكم، هكا ترجعوها ليس باش الحلوه تاعكم تجيكم شابه ومام ما تعييكمش في الخدمه. وراح ندير هكا صباعي في الفارينه ونقعد نخرج في العجينه. شوفوا تبان لكم باللي صعيبه وهكا طولوا فيها، ما راحش كامل طولوا فيها، يعني تمتم راح تخدموها. شوفوا لهنا حنعاود لكم حبه واحده اخرى، الاولانيه ما صورتهاش مليح. شوفوا هكا ونخرج العجينه ديالي. اسهل منها ما كاش، يعني بزاف سهله وتمتم تكملوها. تحبوا ديروهم صغيورين، ديروهم صغيورين كيما ديروهم راح يجوكم ما شاء الله. شوفوا يعني هكا نخدمهم هكا ونكمل كامل بنفس الطريقه. الا هنا بعد ما كملتهم راح ندخلهم يطيبوا على 180 درجه من التحت، ونزيد نشعلهم شويه من الفوق. كاين اللي ما يشعلوا لهمش كامل من الفوق، تقعد ليكم. وشنو كي تطفيو عليهم خليوهم يحمروا مليح من التحت، ومن بعد كي تطفيو عليهم ما تمسوهمش كامل، يعني ما توشيوهمش كامل حتى وين يبردوا تماما. ونجي لهنا ندير لهم المعجون، ندير لهم كميه مليحه من المعجون حيت يشربوا هذاك المعجون هكا. وراح نلصق حبه مع حبه، يعني الصوره راهي توضح. شوفوا لهنا ما تقولوش الحبه خشينه، يعني راه خفيف بزاف، يعني ديروه في فمكم راح يذوب. ونجي لهنا ندير المعجون من الاطراف تاني بهذا الشكل. شوفوا وندير لانوات كوكو ولا ديروا الكاوكاو كيما تحبوا. انا نكمل كامل وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي حلوة مول الشاش.
يعني من اروع الحلويات، بزاف بنينه. هي حلوه تقليديه جزائريه يعني تاع زمان، تجي خفيفه بزاف، تجي بزاف بنينه. وجربوها بهذه الطريقه يعني بالفارينه والمايزينا، ورجعوا لي في لي كومونتير، على بالي بلي تعجبكم بزاف. نجي لهنا نقسم لكم حبه دوك تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. وكل ما تقعد كل ما راح تزيد تولي طريه زياده. وفي الاخير ما ليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.